السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. الأول انا اللي طلع اتكلم فيه ان انا مش طالع اتكلم على اي حاجة ان كانت، طالع اتكلم على الهوانم اللي ابتدوا يطلعوا. مش ابتدوا، ده رسالة بل النت كله. ستات عريانة، ستات عريانة. مش عارفة اقول ايه يعني. طب ليه اطلع انا اعمل ان انا بعمل سرير، بعمل مروحة، بعمل مش عارفة ايه، وافضل ان انا وافضل ان انا اوطي، توطي مش عارفة، وتعمل الشباك ايه، وتفضل ايه ده؟ ليه قلة الأدب دي؟ ليه قلة الأدب والسفالة القوية دي؟ بتوري ايه؟ وهتاخدي من كده ايه أصلا؟ وهتاخدي يعني كم ألف مليون نفر بيشوفك وانت كده، وهتاخدي ايه؟ يعني هيتكتب لك ايه من كم ألف نفر اللي بيشوفوك دول؟ حسنات؟ فكرك هيقولوا عليكي الله دي مش عارفة ايه. لا 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 لا، اللحم يا ماما المتعري ماما يا ماما الواحدة اللي بتعري، مش عارفة اقول ايه، انا اسفة يا ماما. يعني انت لما تعملي كده انت هتاخدي لايك واشتراك. خدي لايك واشتراك بس خدي حرام، خدي حرام. اللايك واشتراك بايه؟ عملتي حاجة لوجه الله عشان تاخدي لايك واشتراك عليها؟ مثالي لا، ما عملتش حاجة. مثالي قال عريتي جسمك بس، وهو جسمك ركز للدرجة دي كده؟ في سفالة بالمنظر دي والقوة دي لما تكوني قللتي الأدب؟ يا جماعة عيب بقى، عيب والله العظيم 3 عيب. والله ده جاي علينا رمضان ومن غير رمضان. ليه هو الحرام والحلال بيبان في رمضان بس؟ انا بقولش كده، لا. اللي انا بقوله ان نتقي الله، يعني نتقي الله، نعرف ان اللي بنعمله ده حرام. واحده توطي وتغسل سجاده، والتانيه تغسل مش عارفه شباك، والتانيه تنفض سرير وتنام عليه وهي بتنفضه. والله يعني احنا مش عارفين ننفض سرير، بتعلمينا. واحده والله العظيم 3 النهارده انا شايفه واحده لابسه جلابيه بس، وبتتعمد ان هي تظهر ان هي جلابيه بس. فاهمين معنى كلامي جلابيه بس؟ وظاهره نفسها ان هي لابسه جلابيه بس. يا نهارك اسود ومنيل، يا نهاركم اسود، يا نهار اسود. ليه يا جماعه؟ ليه يا ناس؟ ليه يعني؟ ليه جعانين؟ والله العظيم 3 احنا كان معاش انا والعيال الصغير، ربنا يزوده من عنده. يعني زاد مش عارفه امبارح ولا ايه، زاد المعاش من عند ربنا عشان احنا يعني يعني ملمومين الحمد لله. قلت لايك واشتراك ما حصلش نصيب بالسلامه، يبقى ربنا مش عايزني ان انا اخد لا لايك ولا اشتراك. في خير ليا بس انا مش فاهماه. في خير ليا انا ما جاليش لايك واشتراك، انا مش فاهماه ايه. اللي انا كله فاهماه ان ربنا لما بيقول كن فيكون، لما ربنا يعني بيكون عايز حاجه خير للبني ادم بيديها له. فانا يمكن احنا جاي لنا خير وربنا سبحان الله وتعالى اداهولنا. يعني انا معاشي زاد، زاد الحمد لله. يعني نحمد ربنا. يعني اهي جت وانا قاعده برضو في بيتي. ما قلتش انا هشتغل، ما قلتش انا هاخد، ما قلتش لا، انا قاعده في بيتي. معنى ان انا قاعده في بيتي ربنا جه بعت لي من عنده. عايزين اكتر من كده ايه تاني؟ خير وبركه. عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ خير وبركه. مش هل عشان يجينا؟ لا ما جانيش بقى. انا قعدت سنه اهو زياده، لا جاني لايك ولا اشتراك مش عارفه 490 ولا ايه، والشال كمان منهم 2 مش عارفه 490 في سنه. لا بقى اما اعمل بقى زي الناس دي بقى ومش عارفه اعمل ايه.
عشان يجيني بقى بالاشتراكات بالهبل. لا والله ما عايزاها، الله في السماء ما عايزاها. لو هتيجي من الحرام الهي ما تخش عليا ولا تخش بيتي ولا على عيالين. لو اللايك والاشتراك جم من الحرام انا مش عايزاهم، مش محتاجاه، مش محتاجاه. جنيه احسن من 100 جنيه حرام. والله العظيم 3 جنيه هياكلها، ياكلنا وياكل عيالنا، بس مستورين. لا دخلنا راجل علينا ولا عملت فيديوهات بتاعتي اسمها فيديوهات، مش بيني فيديوهات، ما بيني فيديوهات وكده، بس ايه مش عارفه. ما حصلش نصيب. انا بقول من عند ربنا، لو ربنا شايف فيها خير كان اداهاش، كان خلى كل اللي شايف النت او بتاع كان عمل لايك واشتراك وكنت جبت 1000 و3 4000 لو ربنا عايز كده. لكن ربنا مش عايز كده، ربنا رايد لي ان انا ماشيه بالروح، ماشيه بالراحه. وانا كده كمان هشتغل الشغلانه بردك، وانا برضو قاعده في نفس الكلام كده ونفس قعدتي، ان انا يعني ازوج بنات واجوز بنات واجوز شباب. بس انا هكون عن اي واحده بتيجي في النت برضو لا، لان انا قبل ما هجوز الولد هكلمه مره واثنين وثلاثه واربعه. قبل ما اقدم البت للواد هكلمها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. شغاله ايه واهلك ايه وانفصلتش ليه وعيالك بتربيهم ازاي وجبتي قرش منين. يعني اللي هيخش عندي هيخش هيتعب شويه قوي كتير كمان، ان انا مش هسيب كده الدنيا سايبه سايب في السايب، او مثلا لا اديله نمرتها وخلاص او لا اديله نمرته وخلاص. لا، وانا برضو قاعده على كرسيه وعلى ترابيزتي وبقيتش، بس لسه بفكر فيها. يعني لسه بعمل حكايه يعني، ولسه يعني مش حكايه، مش عارفه بقولها ايه يعني عايزه اعمل كده، ان هي برضه في نفس الشغلانه في البيت يعني. بس انا مش شغلانه مش دي، مش شغلانه مش بفلوس. انا لما بعمل حاجه لوجه الله مش بفلوس. يعني لما اجوز ولد او اجوز بنت بقى كفايه اللي انا هاخده من ربنا، دي اولا. ثانيا هيجيب لي لايك واشتراك باحترام وادب، واديله بنت محترمه ومؤدبه، مش اي كلام. لو اي كلام ولا يلا يا ماما يلا اوعي ترني، ولا اوعي تترمي على اي حد. ونفس الولد نفس الكلام كده برضه، هقول نفس الكلام كده. اوعى ترن عليا تاني او تقول لي عايزه عروسه او حاجه. انا عايزه ناس محترمه، ناس يعني اكون ناس يعني الولد يكون ابيض وصافي زي محمود كده مثلا، طفل كده من جواه. البنت زي بنتي ناديه، بنت متعلمه اعدادي وكده، بس طيبه ومحترمه. ده اللي انا بطلبهم ان هم يكلموني، اللي هم الانواع ديت. انا مش عايزه انواع بقى اللي هم السفاله وكلها، لا 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 لا. لان انا اللي بتقي في ولادي بتقي في الناس الغريبه. بس انا لسه ما مشيتش الخطوه دي، يعني انا لسه ما اديتش حد. انا مش هديله النمره، هو يكلمني على الوصف، مش هكلم. اللي عايزه عروسه عايزه عريس يكلموني، وانا يعني اشوف ده عايز ايه ودي عايزه ايه، وبس يكون ناس مؤدبه ومحترمه. امانه عليكم، عشان في الزمن اما تيجي تعملي فيه روح الله اللي جابتك، الله مش عارفه يحصل فيها ايه، اللي وصلتني ليك يحصل فيه. وهي تقول لك إن كان نهار مش عارفه ايه، وهي اللي دي السبب، الست دي اللي هي ولا البنت الست دي اللي جابتك ليا. انا مش عايزه كده، انا عايزه يدعوا لي ما يدعوش عليا. يعني اما اجيب واحده كده تكون متقيه ربنا صح، قبل ما تكلمني تكون متقيه ربنا، عارفين ربنا، مش جايين يلعبوا، ده جايين يتقوا الله بعضيهم، جايين يتجوزوا. ولو واحد معاه وعيل اتقي الله فيه وحبيه اكتر من ابوه، ولا بنت تحبيها اكتر من ابوها. ولو واحده معاها عيلين ينوبك ثواب، دول اسخن من اليتامى. تتقي الله فيهم، هتلاقي الخير جالك عشان خاطرهم هم من حيث لا تحتسب. والله جرب. محدش يقول لك انت هتربي ولاد غيرك، انت هتربي لحم غيرك. امال يعني احنا تربينا منين؟
ما ربنا اللي مربي الكل، وربنا اللي رازق الكل. لكن ربنا بقى قال لا لا لا، دي امها ماتت امنع الخير، ولا ده ابوه مات ما اكلهمش. هو قال اليتيم لا تقهر، اما بنعمه ربك فحدث. انت تعلم ان ربنا هيجيب لك الخير منين؟ تعلم ربنا هيجيب لك، يمكن العيال اللي انت هتربيهم لها دول هيجي لك الرزق ليهم، وهتشوف اللي انت ما شفتوش على قد العيلين دول. صح؟ فانا بقول ايه؟ بقول يعني انا لسه ما مشيتش في الخطوه دي، ولا لسه جوزت اي حد، ما لسه يعني مش ما مشيتش في اي خطوه جواز ولا لا. انا النهارده كنت بتكلم على الستات اللي بتطلع في النت. حرام والله والله حرام والله حرام. هتقولي عشان جاي رمضان؟ لا مش عشان رمضان، ما بقولش كده عشان رمضان. انا بقول رب الشهور 12 شهر مش شهر واحد. اللي يتقي الله يتقي الله في الشهور كلها. ما توطوش وتمسحوا، توطوش ودعاكوا سجاجيد، ما توطوش وتمسحوا سراير. عيب يا جماعه. واحده كانت موطيه بتفرش السرير، نامت عليه وهي بتفرش السرير. بتفرش السرير، حد له حاجه عندها؟ لا حط ليه؟ دي قله ادب. والمفروض الحكومه تشيل القرف ده من النت. كل واحده ما تتقيش ربنا في النت تشال. انا شفت واحده عندها 80 سنه، 80 سنه لابسه لي قميص بحمالات، يمكن هي هيكل عظم، وبترقص. ترقصي لمين؟ ومين اللي مستنيك انك ترقصي له؟ ويعني بترقصي لمين اصلا؟ والصغيره يعني بترقص لمين ولا والله العظيم تلاته. واحده كانت طالعه النهارده انا شايفاها لابسه، مع احترامي انا اسفه في الكلمه، قميص بتنفض بيه، غيره مفيش. يخرب بيت حياتك يا حيوانه، يا نهارك اسود. وليه بتعملوا كده؟ عشان النت والشير واللايك يا يجي من عند ربنا بخير يا مش عايزينه. انا عن نفسي بقول كده، يا يجيني برزق وخير وبركه يا مش عايزاه. مش عايزاه بما يرضي ربنا، عايزاه زي ما ربنا يرد لنا بيه يجيني. اما انا لسه ما مشيتش في، مش خاطبه، هي مساله مش خاطبه، لا يعني خاطبه، لا انا عايزه اجوز اخواتي وعايزه اجوز يعني زي ناجيه وزي يعني اجرب التجربه دي. بس انا عايزه اجرب، وانا عارفه ان انا مش هجوز اي حد اي كلام. ما كانتش البنت تملى دماغي وتملى تفكيري في ادبها وعقلها، ما وصلهاش للواد. وما كانش الواد الاقيه محترم وعايز يعيش صحيح وعايز يبقى ليه بيت، الله في السماء ما وصلهاش ولا وصلها له ولا وصلها. لما اكون انا عارفه ان الناس دي هتريحنا، مش شايفه. اما هيريحوا نفسيهم مش انا. مش واللي عايزاه اللي يرتاح وكويس يعمل اللايك والاشتراك، بس يكون حاسه ان هو ارتاح وحاسه ان هي ارتاحت، حاسه بيهم كده ان هم حابين بعض، حابين حياتهم. بس كده، ده اللي انا بقول يعني يا ريت اي واحده تطلع على النت بتمسح بتوطي لابسه حاجه يعني خارجه عن تشتم، ما تبصوش عليها. ما اولادكم بيبصوا عليها وصبيانكم بيبصوا عليها من غير ما يقولوا لكم. تعلموش ولادكم بيبصوا عليهم ولا لا بعد كده. لما كل واحده تشتم وتتهزق ما تطلعش كده تاني، تتكسب بقى خلاص. يمكن يتكسب، بس الاشكال دي ما تعرفش تكسب. الست اللي تطلع قدام مليون راجل عايزه تلبس هدومها تبقى مبلوله عليها، ولا بتوطي وتمسح، ولا بتوطي وبتنام على الست تفرشه، دي تبقى الست يعني الله يهديها بقى يا رب، الله يهديها. وبقول ايه يعني كل سنه وانتم طيبين.
اللي عايز فعلا يتجوز يكلمني وانا بعد كده ابقى اديله نمرتي ويتصلوا بيا، بس مش نمرتي يعني، ممكن الاول على الصفحه لما ابقى الاقي ان الناس ريحتني. مش حاجه تانية. ماما. اما الاقي الناس يا ريحتني ماما. اروح بقى عامله النمره على النت، بس اما الاقي الناس ريحتني وارتحت، لان انا معايا عيال في دروس دلوقتي في امتحانات، فانا اللي هجوزها حتى هجوزهم حاجات بس يعني كل مثلا ماما وشك باين. يومين. لا مش باين، وشي مش باين. باين. لا باين. قالوا لي وشي بيبقى باين من الطرحه مش باين. باين مناخير. احترم نفسك، احترم نفسك يا هبل، بس يا هبل، بس يا ملك، يا ملك. وبقول ايه بقى؟ بقول كل سنه وانتم طيبين. انا مش هكمل كتير، بس انا بقول ايه، يعني انا طالعه اقول ايه، كل واحد يلاقي واحده طالعه يعني، ما هي دي ممكن تاذي ابنك، ممكن تاذي بنتك. يعني لما ابنك يشوف كده المنظر ده كده، هو شاب، يعني مش عارفه اقول لك ايه، يعني انت برضو فاهم. لما شاب يشوف واحده مثلا لما مؤاخذه عريانه، مش عريانه المجرد العريانه يعني، بس يعني اهي قال يعني لابسه بتمسح بتكنس، امسحي ايه بتكنسي ايه يا ماما؟ ليه مش هنعرف نمسك المقشه ونكنس؟ مش هنعرف نفرش السرير؟ مش هنعرف ندعك سجاجيد؟ بتورينا يعني؟ انت مش بتورينا سجاجيد ولا انت بتورينا نفسك؟ عشان ايه؟ بتغضبي ربنا ليه؟ ايه اللي يخليكي تغضبي ربنا وليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ هيجيبوا لك ايه؟ واللي ربنا كاتب لك هو اللي هيجي. الله في سما لو عملتش ايه، اللي ربنا كاتب لك هو اللي هيجي. كل سنه وانتم طيبين. وانا لسه خطوه مش خطبه، انا ما بقولش انا خطبه، لا، انا عايزه اوفق 2 بالحلال، بس ايه، مش مساله خطبه، مساله اخت ليهم، مساله حبيبه ليهم، صديقه ليهم، اخواتي، صحابي. ده اللي انا عايزاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.